بقول لك يا كابتن حسن، انت عارف ان عمر شاور اخويا الكبير من الاخر يعني. ما تعرفش فين مكان القيصر؟ السلام عليكم وبدايه فيديو جديد ضرب نار. طبعا يا جدعان في الفيديو بتاع النهارده انا هعرف مكان درع عمر شاور ومكان القيصر. هتسالوني ازاي؟ هقول لكم كملوا الفيديو للاخر واعملوا سبسكرايب في القناه ولايك للفيديو ده، لان يا جدعان خلاص ما عادش فاضل حاجه على 300,000 اخ واخت في القناه. زي ما انتوا بتدلعونا وبتعملوا لنا لايكات وبتعملوا اشتراك في القناه، احنا كمان هندلعكم. ايفون 16 برو ماكس احدث حاجه بالبرشامه بتاعته يا جدعان، والله العظيم التليفون ما اتفتح. ايفون 16 برو ماكس، الفون ده هيتوزع عليكم انتوا. بس شروط المسابقه، اهم حاجه تكون مشترك في القناه وتضغط لايك للفيديو وتكتب كومنتات كتير. الشرط الثاني تشترك في قناتنا، هتلاقوها تحت في الديسكربشن، اسمها يوميات بيسو توينز. وهتروحوا تتابعوني على الانستجرام على اكونت هيصل لكم على الشاشه بيسو توينز، والاكونت بتاع احمد اخويا بيسو توينز 3 وحيد. عشان يكون عندك فرصه ان انت تكسب اكتب كومنتات كتير واحنا هنختار من الكومنتات عشوائيه كده. اهم حاجه يا جدعان ما تكتبش كومنتات وانت مش مشترك او مش عامل الشروط اللي انا قلت لكم عليها. تلاقوا كل حاجه موجوده تحت في الديسكربشن. طبعا يا جدعان في الفيديو بتاع النهارده انا هتكلم يعني من اكتر الشخصيات المحترمه على اليوتيوب، الكابتن حسن وحسين. طبعا يا جدعان والله العظيم انا بحب الناس دي والله العظيم، والناس دي محترمه جدا وبيعملوا فيديوهات توب التوب وفيديوهات عظمه. طبعا يا جدعان انا لسه شايف تحدي مع عمر شاور والكابتن حسن وحسين على قناه يوميات الكابتن حسن وحسين. عامه هو تحدي طرش وتحدي موت الموت. المفروض ان انا دلوقتي هرن على الكابتن حسن وحسين، والمفروض يا جدعان ان انا هقول لهم في مثلا مكان درع عمر شاور، يعني بحيث يا جدعان برضو يعني انا عايز اغريهم مثلا بحاجه. بس لا والله يا كابتن حسن واقصد حاجه لو بتتفرج على الفيديو، يعني بحيث مثلا ان انا يعني اخليه يرد عليا مثلا ويقول لي مكان الدرع. انا ممكن اقول له مثلا انا دلوقتي في ايدي ايفون 16 مثلا، ويعني هجيبه لك هديه يا كابتن، بس قول لي بس مكان الدرع، بحيث يعني ايه له يعني برضه حاجه مغريه. ايفون 16 يعني لسه نازل جديد يعني. المهم يا جدعان المفروض ان انا دلوقتي هرن عليهم وهكلمهم. كملوا الفيديو ده للاخر واعملوا لايك للفيديو ده. اي حد من فانز الكابتن حسن والحسين ينزل يثبت دلوقتي، احضروا تحت في الكومنتات واثبت حضوره باللايك والاشتراك في القناه، ويشرفني طبعا ان انتوا تشتركوا في القناه. طبعا يا جدعان من غير رغي كتير عشان ما بحبش الرغي كتير، انا بحب افعل على طول. دلوقتي هرن على الكابتن حسن وحسين. طبعا يا جدعان المفروض اهو الحسن والحسين. طبعا يا جدعان انا عامل ميوت لحد ما يرد، مش عارف مين اللي هيرد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كابتن حسن ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ تمام يا رب دايما. اخبارك يا ريس؟ كله تمام يا رب دايما يا حبيب قلبي. بيسو معاك، عارفني ولا لا؟ مبارك يا حبيبي. حبيبي يا كابتن حسن، اقسم بالله وحشني. والله انت كمان. انا في السعوديه وانت مش عايز اي حاجه واجيبها لك من السعوديه؟ هات لي يعني مثلا مش عايز ميه زمزم، ايفون 16 برو ماكس؟ طب ميه زمزم وايفون 16 برو ماكس وريت ورحت هناك ولا ايه؟ قول لي بس انت اللي قول لي اللي نفسك فيه كله، انا خلاص يعني اسبوعين بالكتير وجاي لك. قول لي كل طلباتك يا كابتن حسن واقسم بالله وانا عينيا الاثنين ليك. يا باشا انا مش عايز غير ميه زمزم بس يا باشا. حبيبي يا كابتن حسن اقسم بالله وحشني. والله انت اكتر. بقول لك ايه، عاوز اسالك كده على حاجه بعد اذنك يعني لو ينفع. اتفضل يا حبيبي. بص يا كابتن حسن، انا هجيب لك ايفون 16 برو ماكس هديه مني ليك. بص كده كده انت لو بتتفرج على الفيديو، بص وانا بصور دلوقتي، انت لو هتتفرج على الفيديو، بص انا ماسك الايفون في ايديا اهو. 16 برو ماكس؟ الايفون ده بتاع الكابتن حسن يا جدعان. اول ما اقفل الفيديو اروح اجيب واحد بالحسين. بس بقول لك يا كابتن حسن، انت عارف ان عمر شاور اخويا الكبير من الاخر يعني. انا هاجي معاك دغري. ما تعرفش فين مكان القيصر؟ القيصر يا حبيب قلبي لو اعرف كنت قلت لعمر شاور. طب يا كابتن حسن ما تعرفش فين طب الدرع؟ يا ابني انا لو اعرف كنت قلت لعمر شاور يا حبيبي. يعني انت ما انتش عارف يا كابتن حسن؟ يا باشا انا وعمر مع بعض يعني والدنيا تمام. يعني انت اتصالحت خلاص، ما فيش حاجه بينك وبين عمر صح؟ خالص. يعني الشاورجيه والحسن والحسين ايد واحده؟ ايد واحده يا باشا. طب يعني لو عمر مسك القيصر هتضرب مع عمر ولا هتقف مع القيصر؟ لا هنصالحهم على بعض موقف. طب يا كابتن انت يرضيك اللي حصل ده يا كابتن حسن؟ يا باشا كلها بتعدي ما تشغلش بالك. اصل يا كابتن حسن بص من الاخر يا كابتن حسن، اللي بيجي على عمر كانه جه عليا، وعمر عارف الكلام ده كويس فاهمني؟ فلازم القيصر برضه ياخد اللي فيه النصيب، واحنا عارفين ان انت طب كده هدي نفسك وكله يبقى زي الفل. احنا عارفين يا كابتن حسن، يعني احنا بنتحمى فيك لان احنا عارفين ان انت الرئيس بتاعنا، انت النمبر 1 بتاعنا. مش انت كنت بتعمل عمره؟ ايه كنت بعمل عمره. روح هناك عند الكعبه وقول له ربنا يهديهم ويهديك وكل حاجه زي الفل ان شاء الله. عينيا يا كابتن حسن عينيا. انت بس مش عايز اي حاجه من السعوديه اجيبها لك والله بجد. يا ابني انا قلت لك ميه زمزم انت مش هتجيب ولا؟ والايفون ال 16 يا عم خليه لك هات ميه زمزم بس. عينيا يا كابتن حسن، اعتبرها جت اقسم بالله.
حبيبي يا كابتن حسن انا بصور بقى. طب عايزك بس تمسي على الناس كده في الفيديو. يا جماعه ما تنسوش اللايك والاشتراك. حبيبي يا كابتن حسن اقسم بالله اتشرفت بيك يا غالي. حبيب قلبي الكابتن حسن والحسين منورين قناه بيسو توينز. حبيبي يا كابتن حسن. حبيبي يا كابتن حسن اخلص الفيديو طب واكلم حضرتك. حبيبي يا غالي اتفضل يا باشا اتفضل. طبعا يا جدعان زي ما انتوا شفتوا انا كلمت الحسن والحسين وسالته على درع شاور، قال لي انا لو اعرف كان زماني قلت لعمر. بس يا جدعان اللي انا شايفه ان الحسن والحسين يعني واقفين في صف شاور، يعني لو فعلا لو كانوا يعرفوا فعلا كان قالوا لعمر، لان دلوقتي خلاص بقوا ايد واحده وبيصوروا مع بعض، ففعلا لو يعرف كان زمانه قال لنا. كابتن حسن والحسين احب اوجه لك تحيه من مكاني هذا واقول لك الف مليون شكر يا غالي، وانت قلبي يا كابتن حسن انت وحسين، والشاورجيه وحسن والحسين ايد واحده، وانا هاكل القيصر واشرب وطبعا يا جدعان زي ما الكابتن حسن بقى قال لي روح عند الكعبه وادعي لهم ان ربنا يهديهم. كده كده انا اصلا كنت رايح عمره النهارده، قلت بقى اصور لكم واشارككم يعني الاجواء بتاعه العمره. طبعا يا جدعان هو معايا في الفيديو بتاع النهارده بابا، عقبالكم ان شاء الله وربنا يوعدكم كده باذن الله. معانا يا جدعان برضه عم محمد شهاب، ومعانا بقى مين؟ الديشه. يا ديشه يا حبيبي مسي على الناس يا ديشه. عمره مقبوله حاج مصطفى، ربنا يا رب يرزق كل مشتاق. طبعا يا جدعان المفروض ان احنا دلوقتي في طريقنا بقى لمكه، وبصوا بقى يا جدعان المفروض ان احنا دلوقتي وصلنا مكه زي ما انتم شايفين. بس بصوا يا جدعان هنا البيوت فوق الجبل يعني زي زمان، يعني لسه ولا في اي حاجه اتغيرت. احنا في الحرم دلوقتي داخلين عند الكعبه، ربنا يا رب يرزق كل مشتاق ويكتبها لكم كلكم يا رب. ومعايا يا جدعان البوب. مبسوطه بابا ولا لا؟ اكيد طبعا، مين ما يكونش هنا في المكان الطاهر الشريف ده وما يكونش مبسوط يعني. طبعا خلاص المفروض ان احنا دلوقتي داخلين العمره الكعبه في الوش زي ما انتم شايفين. عقبالكم ان شاء الله وربنا يكتبها لكل مشتاق كده يا رب. خلاص يا جدعان المفروض اهم لحظه دلوقتي بقى نازلين عند الكعبه، اهم لحظه في الفيديو بتاع النهارده ده كله. انا حاسس ان انا في الجنه. طبعا يا جدعان المفروض ان الكعبه خلاص ورانا، المفروض ان احنا دلوقتي هنصلي. يعني انا هحاول اشارككم معايا على قد ما اقدر، مش عايز اصور العمره كلها عشان حرام، يعني نركز في العمره وان احنا ندعي وكده. هنصلي ونرجع لكم تاني. حسن يا حسين انا جيت اهو عند الكعبه وبدعي لاخواتي الحسن والحسين، طبعا ربنا يكرمكم ويوفقكم في حياتكم واشوفكم كده ناجحين ومكسرين برضو الدنيا. واخويا برضو حبيب قلبي عمر شاور، ربنا يكرمك يا حبيب قلبي ويوفقك في حياتك، نفرح بيك بقى اس كده ونشوفك احلى عريس في الدنيا. طبعا يا جدعان ده الحجر الاسود. الله اكبر. طبعا يا جدعان انا وقفت بس كلام لان ده الحجر الاسود. الحجر الاسود ده يعني قطعه من الجنه، المفروض ان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام حب عليه بار والرسول باسه، يعني فاعمال الناس اللي خليته اسود، يعني هو كان ابيض بس اعمال الناس اللي خليته اسود. طبعا يا جدعان اخواتي اي حد يعني كان قايل لي ان انا ادعي له مش جاي بالي، ربنا يا رب يكرم الجميع ويرزق الكل يا رب. واخواتي بقى اللي بتتفرج على الفيديو ربنا يا رب يرزقكم بزياره للمكان ده ويريح قلبكم ويفرحكم بفرحه تدمع عينكم يا رب. طب يا اخواتي المفروض ان احنا خلصنا طواف عند الكعبه، المفروض ان احنا هنا في الصفا والمروه. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق واي حد بيتفرج الفيديو ده لحد اللحظه دي، ربنا يا رب يفرح قلبك ويوعدك بتيجي ان انت تيجي زياره للمكان ده. اخواتي وحبايب قلبي طبعا يا جدعان كده انا حللت. وعشان الناس اللي انت بتقول لي انت ما بتحلقش شعرك بعد العمره ليه؟ يعني في العمره الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال عادي ان احنا نقص يعني، انما في الحج لازم ان احنا نشيله خالص، فاهمني؟ عشان محدش يقول لي انت ما حلقتش، احنا بنشيل من كل جنب كده شويه. طبعا يا جدعان الحمد لله خلصنا العمره، ربنا يا رب يرزق كل مشتاق. ده كون نهايه الفيديو بقى النهارده. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك للفيديو ده وانزلوا دلوقتي اشتركوا في القناه والله العظيم، ودعيت لكل اخواتي وكل حبايبي، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.